واخيرا الاهلي بيدخل في مفاوضات رسميه مع لاعب فلسطيني اخر، ولاعب شايفه ما يقلش اهميه عن وسام ابو علي اللي مكسر الدنيا حاليا مع النادي الاهلي، وشايف ان تفكير الاداره في ضم لعيبه فلسطينيه ده احسن حل بصراحه. كلامنا النهارده عن اللاعب الفلسطيني عمر فرج، والفيديو ده مميز قوي، واظن انك بعد ما تشوف الفيديو ده مش هتحتاج انك تسمع اي فيديو تاني بعده. فما تنساش بقى طبعا قبل اي حاجه تصلي على الحبيب وتوحد الله. اللاعب الفلسطيني عمر فرج المحترف في السويد، وبالتحديد في نادي ايك سولينا السويدي، وده نادي متوسط في السويد ومحتل المركز ال11 في الترتيب. مميزات عمر فرج كتيره، وتعالى نخش على اول حاجه. اللاعب من مواليد 2002، يعني عنده 22 سنه، وده افضل سن تجيب فيه محترف علشان تقدر تستفيد منه سواء فنيا او تسويقيا بعدين. اللاعب قيمته التسويقيه كويسه قوي، وهي $1,200,000، ويقال ان النادي الاهلي هيدفع فيه $1,700,000، يعني هتبقى صفقه كويسه قوي في المعقول. اللاعب ده لعب حوالي 5 مواسم لحد دلوقتي، فتعالى كده اقول لك اول موسم كان عامل ازاي. في موسم 2019-2020 كان عمر في فريق برومابو كاكارانا السويدي، ولعب معاهم 27 مباراه، قدر اللي هو يسجل 4 اهداف ويصنع 2. كبدايه لعمر كويسه قوي لانه كان لسه عنده 18 سنه تقريبا. وفي الموسم اللي بعده اللي هو موسم 2020-2021 اللاعب بيتطور اكتر، وبيلعب مع فريقه 14 مباراه، بيقدر اللي هو يسجل 9 اهداف، وده رقم كويس قوي. وفي موسم 2021-2022 بياخد اللاعب خطوه كبيره، وهو الانتقال لنادي ليفانتي الاسباني، بس وقتها كان درجه تانية. بس لسوء الحظ برضو ان المدرب ما كانش بيلاعبه، وعلشان عمر ياخد فرصه بيقرر انه يطلع اعاره النادي سويدي، وبيرجع تاني بعدها النادي ليفانتي، وبيشارك برضو معاهم في الدرجه التانية. المهم ان عمر في الموسم ده لعب حوالي 46 مباراه، وده رقم كبير قوي، سجل فيهم 10 اهداف. هو مش ارقام سوبر، بس اللاعب في سن صغير ولسه بيكتسب برضو خبرات، لحد بقى ما يقرر نادي ايك سولينا انه يشتري عمر. الكلام ده كان في موسم 2022-2023، وبيلعب مع الفريق 28 مباراه، بيسجل 4 اهداف وبيصنع هدف. وعمر وقتها تقريبا كان عنده لسه 21 سنه. ومش بحاول ادافع عن اللاعب، بس خليك فاكر ان اللاعب اللي بيكون عنده 21 سنه بنعامله ازاي عندنا في مصر، فده عنده 21 سنه بس عامل ارقام كويسه مش وحشه برضه. اما بقى في موسم 2023-2024 اللاعب بيشارك في 13 مباراه، بيسجل 3 اهداف وبيصنع 2، يعني مساهم ب5 اهداف، علشان بقى يجي النادي الاهلي ويدخل في مفاوضات مع اللاعب. وانا شايف ان اللاعب ده متاسس صح. اللاعب بس محتاج انه ياخد فرصه مع فريق كبير، فريق يكون بيهدف كتير، وهتلاقي عمر فرج ده في حته تانية. عمر فرج بيعرف ان هو يتمركز صح، بيعرف يعمل كل حاجه ما عدا حاجه واحده بس ممكن تكون مختلفه شويه عن وسام، انه مش بيعرف يعمل ضغط عالي زي وسام ابو علي. بس اللاعب على مستوى التحركات والتسديد من داخل وخارج المنطقه فهو كويس قوي. وعلشان تشوف ده اكتر تعالى اوريك فيديو علشان تحكم عليه بنفسك. Perfect.